أنا ولد من الصعيد الجواني، عمري 23 سنة. طبعا انتوا عارفين ان احنا عندنا في الصعيد في ناس بتخش الجامعة وفي ناس بتاخد دبلوم 3 سنين وخلاص، وبيروحوا يكملوا في الجيش، بياخدوا 2 ولا 3 وبيرجعوا لبلدهم يكملوا مع أبهاتهم أو يسافروا القاهرة علشان يشتغلوا يا إما في الفحم يا إما في القهاوي. زي ما انتم عارفين كده العيشة في الصعيد بقت صعبة جدا، ما بقتش زي الأول. أنا عايش مع أبويا ومع أمي وأخواتي البنات اللي هم أصغر مني 3 بنات. أنا الوريث الوحيد عليهم، وطبعا أبويا راجل كبير وأمي كمان. أبويا اعتمد عليا إني أنا أنزل أشتغل في الأرض، لأنه طبعا زي ما قلت لكم إنه بقى راجل كبير، ولو ما فيش شغل في الأرض بروح عند أرض الجيران باليومية عشان أشتغل فيها وأخد باليومية من 100 ل150 جنيه، وبعدين أروح أديها لأمي والدنيا ماشية والدنيا تمام. وفي يوم لقيت ابن عمي بيتصل عليا من السعودية وبيقول لي يا ابن عمي في فيزا موجودة إن أنت تطلع سواق، بس أنت هتطلع سواق لوحدة سعودية مرتاحة ومبسوطة جدا وعندها قصر وعايشة مع بناتها الاتنين، بس برضو متجوزين معاها في نفس القصر، وجوزها على طول مسافر وسايبها هي في القصر هي وبناتها وجوزهم، فهي عايزة سواق يكون ليها خاص كده يعني. فرديت عليه وقلت له طيب أنا أشوف نفسي، أشوف الأرض وكده وأشوف ظروفي إيه، وأنا نفسي أعمل مشروع والدنيا دي كلها. فأنت عارف إن أنا لازم أبيع الأرض لو أنا سبتها عشان مفيش حد يعرف يقف عليها، بس أما أسأل أبويا الأول وأشوف رأيه إيه وبعدين هرد عليك. ورحت على طول لأبويا وقلت له يا أبويا ابن عمي بيقول لي في شغلانة حلوة كده 1 2 3 وأنا عايز أروح أشتغل في السعودية. قال لي يا ابني أنا كبرت وما عنديش غيرك، خليك معايا واديك عايش وبتاكل وسطينا واديك مراعي أمك وأخواتك البنات. قلت له والله يا أبويا أنا هروح وأشوف الوضع، ويمكن ربنا كاتب لي الخير وكاتب لي الرزق، محدش يقدر يقول للرزق لأ. قال لي يا ابني انت براحتك وانا قلت اللي عندي، بس انا برضه لو انت عايز تسافر يا ابني روح وجرب. امي ردت عليا وقالت لي يا ابني لو انت مرتاح للمشوار دوت يلا روح. قلت لها خلاص انا هتوكل على الله. بدأت اشتغل في الورق بتاعي، وسبحان الله الورق خلص بسرعة ما كملت الشهر. ساعتها استغربت وقلت ايه ده رزق ربنا وربنا هو اللي عايز كده. طبعا انا رايحة على راتب بسيط يا دوبك يأكلني ويعيشني، فانا قلت ما دام الاكل والشرب والسكن عليهم، فانا قلت ان انا ايه خلاص اروح اتوكل على الله واوفر القرشينات اللي هم هيدهم لي اللي هم 1800 ريال. قلت اتوكل على الله ورحت وسافرت. قابلني ابن عمي وسلم عليا وخدني عندي في الشقة ومرضيش يوديني في اليوم ده، قال لي لا انت ترتاح عندنا يوم و2 و3 لحد ما ترتاح شوية عندنا هنا وبعدين تروح تستلم شغلك. طبعا مرضيش ينزلني اشتغل عشان خاطر السفر كان متعب جدا، ونزلنا في مكان يعني انا نزلت في مكان اسمه أبها. المكان بصراحة كان جميل جدا جدا، هي عبارة عن جبال وكلها صحراء، بس بصراحة بلد جميلة. بعد 2 و3 ابن عمي اتصلت عليه الست وقالت له لازم يجيلي محمد حاليا دلوقتي، لازم يمسك الشغل واوريه العربية واوريه كل حاجة واوريه كمان هيسكن فين وخليه يجيلي دلوقتي. رحت انا وابن عمي وخبطنا على الباب ودخلنا ولقينا ما شاء الله ساحة كبيرة جدا، قصر عبارة عن حمام سباحة وفواكه وحاجات يعني تشرح القلب، حاجات انا عمري ما شفتها عندنا في الارض ولا في البلد. يعني انا شدني المنظر وشدني العز اللي هم كانوا فيه. طبعا انا اول مرة اشوف الجمال ده والحلاوة دي، فانا قلت لنفسي انا هقابل جوزها واقابل راجل واتكلم معاه وكده. فببص لقيتها هي خرجت كلمتني ووشها مكشوف. طبعا انا عارف ان السعوديين بيبقوا منقبات ويكونوا لابسين النقاب، انما دي خرجت لي كده بوشها بدون ما تكون لابسه نقاب. بس انا بصراحه زي ما بقول لكم كده وشها كان زي وش القمر، وشها كان يخليك كده ان انت طاير وعايز تعيش كده مع نفسك ومع جمالها تبقوا لوحديكوا. طبعا انا مش فاهم حاجه خالص، فابن عمي كان بيعمل بيترجمني، هي بتقول لي ايه، كان بيترجم لي ان هي بتقول لي انت شرفتنا ونورتنا وان انت هترتاح معانا. طبعا انا كنت مبسوط جدا وقلت ان الست دي هتعاملني زي ابنها الصغير، وقلت لنفسي ان شاء الله دي هتبقى امانه وانا هحافظ عليها. وقالت لي اهم حاجه انك تحافظ على سرنا وعلى بيتنا وعلى امانتنا، انت ما عندكش حاجه غير انك توصل بناتي الاتنين المشاوير وتوصلني انا كمان الشغل بتاعي، انما الرجاله اللي في البيت عندهم عربيتهم بيروحوا ويرجعوا بيها. قلت لها والله انا تحت امركم،
بس قالت لي بس مفيش مواعيد، يعني ممكن تصحى الصبح شوية، ممكن الظهر شوية، ممكن العصر شوية، وبالليل شوية، بس المهم ان انت تكون صاحي وفايق. اول ما نتصل عليك تجينا على طول. طبعا انا كنت فاهم كده كلام شوية من المسلسلات والافلام اللي انا كنت بتفرج عليها، فقلت لها انا فاهم يعني شوية كده. لقيتها بتضحك ضحكة كده، انا ما كنتش فاهم هي بتضحك ليه، بس لما ضحكت كانت زي القمر الصراحة يعني. قالت لي انت هتريح النهاردة تشوف السكن بتاعك وتشوف العيشة ازاي وتشوف العربية، ماشي، وبعد كده نبتدي الشغل بعدين. طبعا انا دخلت السكن بتاعي لقيت عيشة يعني ما اقولكوش، فيها شاشة وفيها حمام وفيها يعني كل حاجة تتخيلها موجودة في السكن ده. بقيت عمالة اقول يا رب الحمد لله ربنا كرمني وربنا هيساعدني، يعني حسيت ان طاقة القدر اتفتحت لي. وصراحة اليوم دوت نمت ساعتين ولا 3 وقمت على صلاة الفجر. بعد صلاة الفجر كده بشوية، يعني على الساعة حوالي 6 كده، رنت عليا الست وتقول انت فين يا محمد؟ قلت لها انا صاحي اهو. قالت لي خلاص كويس انك صاحي اهو، تعال عشان تودي البنات الشغل بتاعهم، اول مرة تعرف الطريق علشان تعرف تجيبهم وتوديهم. قلت لها خلاص حاضر. اتصلت بيها على الساعة 7:30، قالت لي جاهز؟ قلت لها جاهز. قالت لي يلا روح سخن السيارة. ورحت نازل على العربية عشان أسخنها، أشغلها يعني وأسخن. بس الحمد لله أنا كان معايا رخصتي ومعايا ورقي ومعايا كل حاجة. أنا شفت العربية من هنا اتوهمت، عربية عمري ما شفت زيها في حياتي صراحة يعني. والله أنا كنت مبهور جدا من اللي أنا كنت عمالة أشوفه. ركبت العربية وكأني يعني مش من هنا خالص. جم البنتين لابسين النقاب وركبوا معايا من ورا وقالوا لي يلا اطلع، واحنا هنشاور لك الطريق، هنطلع يمين نطلع شمال، هنقول لك تمشي ازاي، علشان طبعا انا ما اعرفش الطريق. وبقيت ماشي بالراحه شويه طبعا علشان انا مش عارف